أخطاء بيقع فيها رواد الأعمال بتسبب فشل مشاريعهم وخاصة بالبدايات. حكينا بهذا الموضوع بالحلقة الماضية وهلأ رح نكمل بعض التفاصيل اللي فيه، فخليكن معنا. أنا صفاء عصفور، مؤسسة وكالة صفا للدعاية والإعلان. أسست شركتين بفضله تعالى، واحدة بالإمارات وثانية بسوريا بفضل الله. واليوم رح أترك بين إيديك بعض الأخطاء يلي أنا وقعت فيها شخصيا واللي قرأت عنها كثير عن رواد الأعمال لحتى تحسن تداركها بمشاريعك. هذا الخطأ فينا نعتبره أنه هو بجوز ما يكون غلط، لأنه ببساطة أنت كشخص لما بتكون عم تشتغل ببداية مشروعك أنت حتضطر أنك تشتغل فترات كتير طويلة، فأنت حتدمن على موضوع العمل بالبدايات. أوكي، لأنه أصلا أنت ما بتكون عندك هاي الميزانية رح تجيب موظفين وإلى آخره، فأنت بتكون عم تعمل أشياء بإيدك وأنت مضطر تلحق كل الأمور، فأنت حيكون في عندك فترات كتير كبيرة أنك تشتغل فيها. هذا الكلام يقع في التأسيس فقط، أما إذا أنت ضليتك مدمن لبعدين أنت بالنهاية عم تدمر الجوانب الثانية من حياتك، وهذا الشيء رح يرجع عليك نفسيا جسديا بطريقة جدا ما بتتخيلها. حتى اجتماعيا صحيح انت بتضطر انك تبعد فترات تشتغل فترات كتير كبيرة قبل ما يوقف المشروع على اجره، لكن انك ترجع التوازن بعدها هو الشيء المهم. لازم من كل بد تلاقي حل انك ترجع التوازن لحياتك لمجرد انه المشروع بلش يوقف على رجله. الخطأ اللي بعده هو فكرة انه الفشل هو اخر او نهاية الخط. انت لما بتكون فايت على مجاريات الاعمال بتكون مفكر انه انا عندي معلومات وانا عندي ثقه والى اخره وانا راح ابدا، فانت تكون حاطط بالك انه انا لازم انجح. اوكي، لكن انت ما بتعرف انه هو طريق رياده الاعمال هو عباره عن صعود ونزول. ممكن تفشل شي 70 مره لبين ما توصل للحل الاخير. اكيد انت حتقرا او تدرس وتتعلم من تجارب الاخرين والى اخره، لكن بالنهايه في اخطاء انت راح تقع فيها، في شيء انت راح حتى انت تنضج انت مضطر تتعلم. فالله سبحانه وتعالى بيحط قدامك هي العقبات لحتى انت تحسن تصقل مهاراتك وشخصيتك وكيف ممكن تتعامل مع الموقف بطريقه افضل بالمرات الجايه. فالفشل بالنهايه هو اكيد مو نهايه الطريق، وكثير من الاشخاص لمجرد انه هي وقعت او فشلت او خسرت مبالغ كبيره هي رح تمسك حالها وتضل مكانها، وهذا الغلط ممكن انه يخليك انك انت تخسر كل شيء، فريقك، موظفينك، عملائك، وكل الناس المحيطين او مشروعك. حتى الفكره اللي بعدها او الخطا اللي كثير بيتوقع واغلبيه الناس هي فكره انه النجاح السريع. كثير من المتاجر الالكترونيه لما بتيجي لعنا على الشركه بيكونوا حاطين بالهم انه لازم انا احقق نتائج كثير عاليه، لمجرد انه انا شغلت حملات او عملت تسويق فانا لازم بلش احقق مبيعات. هذا بزنس بالنهايه، هذا البزنس بده ياخذ وقته. إذا أنت حتى قرأت قصص الناجحين مثلا كولا وبيبسي هتلاقي إنه هو بكل السنة ما باع رقم أساسا، بس هو ما تخلى. هتلاقي إنه لحتى اشتغلوا على موضوع الكهرباء قديش حتى وقع هذا الشخص أديسون. تمام، فأنت هتلاقي قصة كتير كلياتهم حيكونوا وقعوا مرة وتنتين وثلاثة وعشرة، وهذا الكلام أخذ معهم وقت. لذلك حتى بيقولوا لك إنه حتى أنت لا تحكم على مشروعك قبل 6 أشهر. فأنت لما بتكون قاعد بمسافة الطريق أكيد ما بأول سنة ولا بتاني سنة. أنا بتذكر ببدايتي أول سنة كل شهر أقول هذا آخر شهر، كنت لأني أنا أضطر بيع شيء أو أطلع راس براس أو أجيب رواتب الموظفين بالزور، أو أضطر إني استلف من حدا من عائلتي لحتى أنا أحسن أعطي. السنة الأولى هيك طبيعي، لمجرد إنك أنت عارف إنه أنا لا أنا رح أحصل، بس أنا مضطر أزرع، مضطر أتعلم، مضطر أوقع، طبيعي. اما لمجرد انك انت اخذت قرار انه انا هذا المشروع اذا ما جاب نتائج خلال 3 اشهر فهو مشروع فاشل، ما فيك تحكم على مشروعك بهي الطريقه ابدا، خصوصي بالبدايات. طبعا من كل بود لما انت بقول انا ولا لما انا بقول فكره الفشل بالنهايه هو اللي تكسب الخبره. الله سبحانه وتعالى حطك بهذا الموقف حتى يعلمك الدرس. شو هي الرساله من هذا الموقف ببدايتي؟ شو هي الرساله اللي بدياني الله سبحانه وتعالى اعرفها بهذا الموقف؟ لو سبحان الله في كتير أشخاص كانت تضل عم تسعى لمدة 10 سنين، بيقول بعد ما نجح قال لو أنا نجاحي هلأ أخذته قبل 5 سنين كنت ضيعته بأول كم شهر. ليش؟ لأنه ما كان في نسبة الوعي الكافية، ما كان هذا الشخص بالإدراك الحالي، ما انصقلت مهاراته من كتر ما أكل فشل وانضرب على راسه وإلى آخره. ليش؟ الله سبحانه وتعالى حطك بهذول المواقف لتوقف، حطك بهذول المواقف لحتى تبني شخصيتك الحالية، حطك بهذول المواقف لحتى تعرف تتصرف صح
مع الشيء الجاي، ما بتحسن تنتقل للمرحلة النجاح أو مرحلة الوفرة مثلا أو إلى آخره إلا حتى تكون معك المعايير لهي الشخصية. كيف بدك توصل لها؟ عن طريق الفشل، عن طريق الوقعات، عن طريق الخسارة. هذا الكلام هو اللي حيصنع الشخصية لرائد الأعمال. لما بيوصل لمرحلة معينة هو قادر يستحق هذا المكان الجديد اللي هو فيه. لذلك موضوع الفشل والوقعة والخبرات إلى آخره. بعض الأشخاص لما تفشل مرة أو تنتين بتبلش تحس أنه هي بطلت توثق بقدراتها، توثق بنفسها، بطلت تحس أنه أنا رح أحسن أعمل هذا الشيء. تمام؟ فالموضوع بصير مختلف تماما. لذلك قد ما وقعت في فترات رح تتزعزع فيها هي القصة، أوكي؟ في فترات رح تحس إنه أنا ما عاد فيني كفي. تمام، لو أخذت معك يوم يومين ثلاثة لبين ما ترجع توقف، لكن هي لازم ترجع مرة تانية تتذكر الإنجازات اللطيفة اللي أنت عملتها وترجع توقف مرة تانية. قال يقال ما في رائد أعمال بدون خطورة. اسمه رائد أعمال لأنه بياخد الشجاعة، بياخد المبادرة وبيخاطر. تمام؟ فأنت لما أنت شخص مثلا حطيت خطة، لكن لما بلشت بالتنفيذ بلشت تخاف، أنا رح أخسر هون، رح أحط مبلغ كبير هون، بجوز ما أحسن وقف، بجوز ما أحسن أعمل. أوكي، لو ما أخذت الخطورة والخطوة اللي بعد قد ما كانت هي بتخوف، أوكي، ما رح تحسن تجتاز هاي المرحلة. دائما لما أخذت قرار إني أنا بدي أسافر عشان أنشئ شركة بالإمارات، كانت من أكثر القرارات بتخوف بحياتي جدا. لكن لو ما اتخذ هذا القرار، نحن حاليا صرنا سنة مؤسسين شركة الإمارات، وصلنا 3 سنين مؤسسين شركة سوريا. أوكي، فلو أنا ما خطيت هاي الخطوة مع كمية الخوف اللي كان فيها، أنا كنت حضن مكاني، رح ضلني بالمشاكل الموجودة والحالية. كانت ما كنت أحسن أشتغل على التوسع لمجرد أني أخذت قرار المخاطرة مع كمية الخوف اللي كان موجود بوقتها. حياتك حتتغير. أنت كرائد أعمال حاليا شغلتك تاخذ قرارات مبادرة وتقوي الناس اللي حواليك وتكون أنت. هدول كانوا معنا بعض الأخطاء اللي بيوقع فيها رائد الأعمال في بداية مشاريعه. بتمنى إن شاء الله تعالى أنت تحاول تتداركن عشان تحسن تنجح بمشروعك. نحن بوكالة صفا الدعاية والإعلان بنساعد المنتجات الإلكترونية على زيادة الأرباح والمبيعات عن طريق تكاملية التسويق. فيك تتواصل معنا عن طريق الروابط والبيو، رح اترك لك اياهم. اذا حابب انك تبدا عملك الخاص وتكون رائد اعمال ناجح، فيك تشيك على برنامج اول $1000 رح يساعدك على بدايه مشروعك الخاص ان شاء الله تعالى. تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسى الاشتراك بالقناه. بشوفك الحلقه الجايه وكل التوفيق يا رب.